فكر قبل لا تبلش أي مشروع، وأنا عن نفسي خسرت أكثر من 50,000 دولار في بداية المشروع، والمصيبة أنك لازم تدفع عشان تتعلم. وراح أعطيك 5 أخطاء يطيحون فيه أصحاب المشاريع في بداية مشاريعهم. والخطأ الأول أنه ما يكون عنده نظام محاسبة وسيستم الشركة كله على الواتساب، وهذا أخطر شيء. والخطأ الثاني أنه يحب فكرته أكثر من اللازم، حس أن فكرتك راح تحل مشاكل العملاء. والخطأ الثالث أنه يحرق فلوسه على التأثيث وينقي أحلى مكتب، وبالنهاية ترى مو لازم تبلش من مكتب عود، حتى لو تبلش من بيتك، ترى هذا مو كلامي، كلام أكبر المسوقين ورواد الأعمال. والخطأ الرابع أنه يطنش التسويق، نفس ما أنت اهتميت بداية مشروعك وشريت أصول وضبطت أمورك، هم ضبط خطتك حق التسويق، كل شيء عطاه حقه، عقارات معطل الخباز خبزته. والخطأ الأخير أنه بيسوي كل شيء بروحه، وهم يتدخل بعد بشغل موظفينه. ترى مو عيب لما تتعلم من أخطاء ربعك ومن أكبر الشركات، تعلم منهم وبلش في تنفيذ مشروعك، وأهم شيء أن تكون واثق بنفسك.